السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. معكم مطبخ مباراة. اليوم جيتكم فيديو جديد على القناة ديالي بوصفة جديدة سهلة واقتصادية رائعة يا البنات، وغير بجوج بيضات بسبوسة ما تشبعوش منها، كتجي روعة. غير جربوها وما غاديش تندموا، غتولي ما عندكم يعني دائما تعملوها. الصراحة جات معلكة وجات فنة وجات غزالة. كنتمنىكم البنات يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تدعموني بلي لايك، واللي ما مشتركاش في القناه مرحبا والف مرحبا. انتم كيفاش كتشوفوا البنات؟ جات غزاله وجات زوينه وجات روعه يا البنات، واقتصاديه وما فيهاش كثره المقادير. غير جربوها وما غاديش تندموا. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك. دابا ندوزو معايا للمقادير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي جوج بيضات، عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، عندي كاس ونص ديال السميده، وعندي ياغورت طبيعي بدون سكر، وعندي سميده هاد النوعيه، هذه النوعيه يعني ديال الحرشه. عندي نص كاس ديال الدقيق، عندي جوج خمارات، عندي ساشي ديال الفاني. دابا ندوزو ان شاء الله للطريقه. بالنسبه للطريقه البنات، عندي رشه ملح، غنضيفو نص كاس ديال السكر، نضيفو جوج بيضات، غنضيفو البنات ياغورت طبيعي. الصراحه يا البنات هاد البسبوسه جات رائعه وجات زوينه وجات معلكه وجات ما تشبعوش منها يا البنات. غير جربوها وعاد ترجع عندكم ادمان، عاد ترجع معتمده عندكم. تبعوا الطريقه. وبالنسبه للطريقه وبالنسبه للمقادير راهم مضبوطين البنات. دابا غنمزجوا هاد العناصر مع بعضياتهم. انا استعملت الخلاط، اليدوي، الطراب اليدوي. غنمزج هاد العناصر مع بعضياتها. غنبقى غادا بهاد الطريقه حتى يندمجوا لي العناصر مع بعضهم. دابا غنضيف ساشي ديال الفاني، غنضيف الزيت البنات. نبقى غادا بهاد الطريقه حتى نكمل العناصر اللي عندي كامله. ونتمنى البنات اللي بقات معايا حتى لاخر ديال الفيديو ما تنساش تخلي لي تعليق، وما تنساش الا كنت منضمه للقناه مرحبا بك اختي وعرف مرحبا، ما كنتيش منضمه مرحبا بك انضمي للقناه ديالي. مرحبا بك والف مرحبا. دابا كما كتشوفوا ضفت الحليب، دابا غنضيف الدقيق. البنات تبعوا الطريقه، المقادير مضبوطه وكتجي البنات خفيفه وكتجي اسفنجيه، كتجي روعه يا البنات. جربوها وما غاديش تندموا وغادا تعجبكم، ترجع معتمده عندكم. دابا غنضيفوا السميده الرقيق، السميده ديال الحرشه البنات. نتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم ويلقاكم باحسن احوال ان شاء الله يا ربي. ونتمنى منكم البنات دعموني وفرحوني بلي لايك وبارطاج مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده على الجميع، فضلا وليس امرا. دابا زدنا الكاس ديال السميده اللي كان مازال ما ضفتو، انا كنضيفو على دفعات. هزت لي البنات كاس ونص ديال السميده ونص كاس ديال الدقيق. دابا غنضيفو الخمارات فئه 16 غرام، جوج ديال الخمارات من فئه 16 ديال الغرام.
14 غرام عفوا. نتمنى البنات تخليوا لي شي تعليق زوين، تخليوا لي لايك للفيديو، وتوصلوا هذا الفيديو لأعلى مشاهدة إن شاء الله يا ربي، فضلا وليس أمرا. الله يخطيكم عليا يا أحلى متتبعين المطبخ أم براء. كنبغيكم من كل قلبي، وكنوجد معكم الوصفات الاقتصادية واللي في متناول الجميع واللي مجرباها أنا شخصيا واللي كنعملها انا في داري، كنشاركها معكم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، والله يجازيكم بالخير. وكنشكر الجاليه المغربيه اللي مقيمه بالخارج، كنشكركم جزيل الشكر على التعاليق ديالكم وعلى المسانده ديالكم وعلى اللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف يا احلى متتبعين المطبخ ام براء. بالنسبه للقوام كما كتشوفوا يا البنات، القوام على هذا الشكل هكا، هذا هو القوام اللي خصنا يكون ما ثقيل ما خفيف. بالنسبه للمول اللي استعملت، دهنته بالزبده ورشيته بالسميد. دابا غنكب هذا الخليط ديالي في هذا المول. انا البنات الفران ما شعلتوش، غنخشيها في الفران بارد. سهله يا البنات، وكتوجد في 10 ديال الدقائق تكون دايره بسبوسه ورائعه يا البنات، وكتجي غزاله وكتجي لذيذه وما تشبعوش منها. كما كتشوفوا دابا غنضرب هاد المول في سطح العمل. دابا غندخلها للفران وهانتوما معايا. بالنسبه للسيرو يا البنات، انا استعملت كاس اللارب ديال السكر وكاس ديال الماء وساشي ديال الفاني. صراحه كنت بغيت ندير انا ساشي ديال الزهر، ولكن ما عنديش، اكتفيت بالفاني. دابا غنديروه فوق البوطه وهانتوما معايا. بقاو معايا حتى اخر لا فيديو، نتمنى يعجبكم البنات. البسبوسه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، نتوما كتشوفوا كيفاش جات البنات، جات غزاله وجات روعه يا البنات، جات محمره وجات رائعه. كما كتشوفوني كنسقيها بداك السيرو. البسبوسه بارده والسيرو سخون، كنسقيها يا البنات، السيرو شرباتو كامل وكتجي يا البنات روعه روعه روعه. كنقول لكم يا البنات غير جربوها على ضمانتي. بقى غدا بهذه الطريقه. هانتوما كما كتشوفوا البنات السيرو من بعد ما تشرباتو، جبت الكونفيتير. انا درت كونفيتير ديال المشماش، كندهن الوجه ديالها كامل بالكونفيتير. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا غنزينها بلوز كونكاسي، وانتم زينوها باش ما بغيتو، اللي عندكم زينوها به. التزيين حنا اللي كنتحكموا به، اللي عندنا غنزينو به. البسبوسه ديالنا كيفاش جات رائعه يا البنات، وجات غزاله وجات روعه. جات ما نقولكمش البنات على لذة جات فيها وعلى قوام جات فيها، جات ما نقول لكم جات خطيره يا البنات. غير جربوها وما غاديش تندموا. صراحه جات رائعه يا البنات. كما كتشوفوا انا قطعتها قدامكم، القوام ديالها جا رائع وجات اسفنجيه. كنتمنى يا البنات تعجبكم هذا الفيديو، وتخليوا لي لايك وديروا تعليق للفيديو. جزاكم الله كل الخير، ولهلا يخطيكم عليا يا احلى متتبعين المطبخ ام براء. كنبغيكم من كل قلبي، دعموني دعموني دعموني. جزاكم الله كل الخير، وشكرا لكم بزاف 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 من كل قلبي، ولهلا يخطيكم عليا. ونتمنى الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك وتعليق، وبسلامه عليكم.